شكرا. مداخلتي في إطار الفصل 118 ستكون حول الفضيحة التي تم بثها على إحدى القنوات التونسية الخاصة، وهي فضيحة حاويات محملة بالنفايات. كنا قد تابعنا هذا البرنامج وتابعنا حتى الأطراف المتداخلة فيه، وسمعنا الطرفين على مختلف القنوات وعلى مختلف الإذاعات. هذا الموضوع خطير وخطير جدا. أن تنزل نفايات، أكدت وزارة البيئة ووكالة النفايات بأن جلبها وتوريدها ممنوع باعتبار أنها مصنفة نفايات منزلية. نسمع في الناس اللي قاعدة تدافع فيه. لم نرى هذه الحكومة والوزارات المعنية والأطراف المتداخلة تعطي للأمر هذايا أهمية متاعو. الأمر هذايا راهو كي تجيك نفايات ويطلع الناطق الرسمي بالشركة التي وردتها ويقول لك راهو باش نعملوا عملية الرسكلة ونرجعوها لبرا، راهو ما فماش متابعة لهذا الموضوع. ماذا بينا نعرفوا وين قاعدة تتلوح النفايات هذه. صحيح هبطت في ميناء سوسة، اما راهي ماشي الديستيناسيون نتاعها لسوسة برك لكامل تراب الجمهورية، وهذايا امر مجهول وين قاعدة تتفن النفايات هذه. على خاطر اذا ما تحافظش على البيئة نتاعك راك ماكش باش تحافظ على الاجيال نتاعك. ولا خاطر راهو اذا من اجل انك تحت تعلة رسكلة النفايات وارجاعها، مرة عمل شركة رسكل النفايات الموجودة عندنا في تونس، وهاو الشوارع ممتلئة به. اللي يعمل مشروع هيك تو ما عادش يلقى وين يحط الفلوس. هذا الامر خطير وخطير جدا، ونطالب بكل جدية بفتح التحقيق ومساءلة جميع الوزارات المتداخلة في هذا، وأطلب حتى باش تسائل حتى الوزارات الغير معنية، وخاصة الوزارة التي تعني بحقوق الطفل، المرأة والأسرة وحقوق الطفل. شنو الامباكت؟ شنو الامباكت على الطبقة المائية، على الفلاحة؟ هل سنصبح بعد أن كنا نلقب بمطمورة روما سنصبح نلقب بمزبلة هذا البلد؟ وشكرا.